الرحيم. أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم عدوهم وانصر ولدهم مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا يا الله. في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين والشيعة بالذات، مناسبة إمامنا الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه، هذه المناسبة العزيزة على جميع القلوب والمسلمين، واللهم ربي نسأل فرجه قريبا عاجلا. هذه المناسبة يسعدني ويشرفني اللقاء بإخوتي الحضور، سادة ومشايخ وشعراء ووجهاء. عليكم السلام ورحمة الله. والشخصيات المتمثلة في أخوتي من التيار الصدري، إلي الشرف بحضورهم ومشاركتهم معي هذه المناسبة. لي شرف بحضورهم، ومن خلال هذه المناسبة لنا كلمة بحق إمامنا، وبنفس الوقت لنا كلمة تعبير كعشيرة الفراطسة المتمثلة بشيوخها وأجلائها وممثليها وخدمتها. اليوم البلد يمر في مرحلة لا تحمد عقباها، واليوم صار من السقوط إلى اليوم ما يقارب ل 23 سنة مرت علينا المراحل الصعبة الغير مقبولة، ودفع ما دفع هذا الشعب من تضحيات ومن أجساد في جميع مجالات ومفاصل الحياة. اليوم لي كلمة نيابة عني وعن أخوتي وعن عشيرتي ألقاها في حضرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم عدوهم وانصر ولدهم مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. قال تعالى في محكم كتابه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من مبدأ المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية والتاريخية، وتلبية إلى نداء الحوزة الشريفة في النجف الأشرف، وللظروف الراهنة وما يتطلب من رص الصف، نحن كعشيرة الفراطسة المتمثلة بوجاهها وشيوخها وخدمتها نعلن استعدادنا الكامل عن الوقوف درعا حصينا بكبارنا وبشيبتنا وبشبابنا، واستعدادنا الكامل للانصهار والانضمام مع كافة
القبائل العراقية الشريفة لمناهضة ودرء خطر الإرهاب والتطرف المتربص لبلدنا الشريف، وسنقف ظهرا وسندا لقواتنا الأمنية وتلبية لنداء المرجعية وتلبية لنداء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله حفيد الحسين، تلبية فورية، وأن نكون السند المنيع والدرع الحصين لشعبنا وبلدنا وللعراق في وجه كل من تتسول له نفسه للعبث بمقدسات وزعزعة وأمن واستقرار البلد. ومن منطلق المسؤولية نؤمن بأن قوة العراق تكمن في تلاحم أبنائه تحت راية وطنية واحدة لا تتجاوز الخلافات الضيقة وتنبذ الفرقة والتشتت والطائفية. ونحن اليوم نقف خلف القيادة التي تدعو للإصلاح وللوحدة، مدركين أن وحدة الصفوف هي السلاح الأمضى. هذا وجعلنا الله وإياكم من الذين عن الوطن والدين والمذهب والمدافعين عن بلدنا وعن وطننا وعن شرفنا وعن مذهبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 من شهر رجب المبارك للعام الهجري 1447، ودمتم سالمين. أخوكم وخادمكم حسيب فرحان المفتن الفرطوسي. لو نار سيف الفقار